السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس ال EZ900 Azure Fundamentals. تمام، فيديو النهاردة بعنوان Azure Virtual Network، وإيه هي ال capabilities بتاعتها، وإيه هي الاختلافات ما بين ال Virtual Network على Azure وبين ال Cloud Providers التانيين. وفي آخر الفيديو إن شاء الله هيكون في تطبيق عملي على ال Azure Portal على كل اللي اتناقشنا فيه خلال السيشن دي ان شاء الله. وهقول لك على كام معلومة مهمين جدا عشان تعرف ازاي تديزاين للنتورك بتاعتك وما تبقاش حافظ وخلاص. تمام، خليك معايا. ادي الفيرتشوال نتورك. تمام، حضرتك عشان تعمل ديبلوي لكمبيوت ريسورس زي مثلا الفيرتشوال ماشين، فحضرتك هتحتاج تحطها جوه فيرتشوال نتورك عشان تاخد اي بي وتقدر تتواصل مع الاذر ريسورسز ومع العالم الخارجي اللي هو الانترنت. تمام، الفيرتشوال نتورك زيها زي اي ريسورس تاني، محتاج سبسكريبشن وريسورس جروب. اوكي، يبقى ادي الريسورس جروب والسبسكريبشن. اوكي، طيب الفيرتشوال نتورك ليها شوية كابابيلتيز كده، تعالوا نبص عليها مع بعض. اول حاجة isolation و segmentation. يعني ايه الكلام ده؟ الفيرتشوال نتورك دي بيكون ليها ادرس سبيس، وليكن مثلا في حالتنا دي هيبقى 10.0.0./16. خد بال حضراتكم ان ادرس سبيس ده او السايدر بلوك لازم ومهم جدا ان هو ياخد برايفت اي بي من رينج العشرات او ال 172.16 او ال 192.168. تمام، وخدوا بال حضراتكم ان ده برايفت اي بي، يعني نوت روتابل، يعني نو واي ان هو يطلع على الانترنت اني مور. تمام، اي ديفايس هيشوف برايفت اي بي من ده هيعمل له دروب، يعني ده مش ده لو شافه اساسا. اوكي، طيب انا باخد من الادرس سبيس ده وبقسم سبنت على حسب احتياجي. تمام، يعني مثلا سبنت 1 هديها 10.0.1.0/24، وسبنت 2 هديها 10.0.2.0/24، وسبنت 3 10.0.3.0/24. تمام، والريسورسز بقى اللي جوه الفيرتشوال نتورك دي بتبتدي تاخد اي بيهات من رينج السبنت دي. الريسورس ده لازم ياخد يعني الفيرتشوال ماشين دي لازم تاخد برايفت اي بي مانداتوري، ممكن اوبشنالي انك تديها ايه بابليك اي بي. تمام، طيب ليه حد يعرف اقل سبنت بكاريتها جوه الفيرتشوال نتورك سلاش كام؟ وقف الفيديو قول لنا في الكومنتات. تمام، وليه اول ريسورس بكاريته جوه الفيرتشوال نتورك بيبقى دوت 4؟ تمام، قول لنا في التعليقات لو عارف، وانا ان شاء الله هجاوبك في اخر الفيديو على السؤال ده. مهم جدا انك تبقى عارف النقطة دي. تمام، طيب فدي كده حتة السيجمنتيشن. ويعني ايه ايزوليشن بقى؟ ايزوليشن ان الفيرتشوال نتورك دي بتبقى فولي ايزوليتد عن الاذر فيرتشوال نتوركس وعن العالم الخارجي، محدش من بره الفيرتشوال نتورك دي يقدر يوصل لها. تمام، طيب ايه تاني كابابيلتي؟ هي الكوميونيكيشن ما بين الايجور ريسورسز. اي ريسورس جوه نفس الفيرتشوال نتورك يقدر يوصل لاي ريسورس من غير ما حضرتك تعمل اي كونفيجريشن، طالما هو جوه نفس الفيرتشوال نتورك. يعني الفي ام دي تقدر تكلم الفي ام دي حتى لو هي في سبنت تانية، طالما ان هي بتكون جوه نفس الفيرتشوال نتورك. تمام، وحضرتك مش بتعمل اي كونفيجريشن للموضوع ده. تمام، وهنعرف بعد شوية هتيجي النقطة دي.
تمام. النقطة اللي بعد كده هي فلتر نتورك ترافيك. تمام، احنا لسه قايلين حالا ان اي ريسورس جوه نفس الفيرتشوال نتورك يقدر يوصل لاي ريسورس تاني. تمام. طيب لو انا عايز مثلا الفي ام دي ما تقدرش تكلم الفي ام دي، فهيجي هنا دور الفلتر للنتورك ترافيك عن طريق النتورك سكيورتي جروب. تمام، حضرتك بتقدر تعمل allow او deny من سورس معين لديستنيشن معين، وبتقدر تحدد البورت نمبر. طيب البوينت اللي بعد كده هي الانترنت كوميونيكيشن. تمام. طيب الريسورسز اللي جوه الفيرتشوال نتورك تقدر توصل للانترنت. احنا قلنا من شويه ان الفي ام دي لازم تاخد برايفت اي بي. تمام. طيب هل لو الفي ام دي عليها برايفت اي بي هتقدر توصل للانترنت؟ لا طبعا، احنا قلنا البرايفت اي بي ده نوت روتابل. اوكي، يعني مش هيقدر يكلم الانترنت ولا حد من الانترنت يوصل له. طيب لو انا عايز يطلع انترنت، يا اما انك تعمل له assign ل public IP، او انك تحط هنا SNAT device اللي هو source network address translation، تحول لك البرايفت اي بي بتاع الفيرتشوال نتورك ده ويطلع به البابليك اي بي بتاعه، يكلم الانترنت والانترنت يرد عليه، وهو يحول يعمل ناتنج للبرايفت اي بي اللي واصل اللي هو طالب ريكوست. تمام. فدي لو انت مش عايز تحط بابليك اي بي على الريسورس بتاعك فور سكيورتي ريزون يعني. تمام. طيب البوينت اللي بعد كده ان حضرتك تقدر تعمل كوميونيكيشن مع الاون بريمسز ريسورسز. تمام، او اللي هي الفيزيكال داتا سنتر بتاعت حضرتك. يعني بتقدر تخلي الريسورسز اللي في النتورك اللي عند حضرتك في الداتا سنتر تقدر تشوف الريسورسز اللي في النتورك اللي على ايجور. تمام، ده بيكون عن طريق يا اما في بي ان او اكسبريس روت. الفي بي ان يا اما بوينت تو سايت او سايت تو سايت. تمام. طيب انا مش عايز حضرتك اطول عليك في النقطة دي، لان دي هتبقى مدار الحلقة الجاية ان شاء الله. تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده راوتينج نتورك ترافيك. تمام، في حاجة اسمها ديفولت روت. احنا قلنا ان اي ريسورس جوه الفيرتشوال نتورك يقدر يشوف اي ريسورس تاني طالما ان هو في نفس الفيرتشوال نتورك. تمام، وحضرتك مش بتعمل اي كونفيجريشن للقصة دي. تمام، فايجور بتشيل عن حضرتك الموضوع ده، وده بيبقى كرييتد عن طريق السيستم. تمام. باي ديفولت كل الريسورسز تقدر تشوف بعضها، وتقدر تشوف الاون بريم نتورك لو حضرتك عامل هايبريد كونكتيفيتي. دي اسمها هايبريد كونكتيفيتي ما بين ايجور وما بين الاون بريم عندك. تمام، او ان هي تقدر تطلع عن طريق الانترنت طبعا لو عليها بابليك اي بي، او بتطلع عن طريق اس نت اللي هو لود بالانسر مثلا، او فاير وول، او نات جيت واي. تمام، دي الاس نت ديفايسز. اليو دي ار بقى اللي هو يوزر ديفايند راوتنج. حضرتك اللي بتعمل الراوتنج ده، بتقول له والله مثلا الفيرتشوال ماشين دي بدل ما يبقى النكست هوب بتاعها الانترنت، لا خلي بقى النكست هوب بتاعها مثلا الاون بريم فاير وول بتاعي عشان يعمل انسبكشن للترافيك. تمام، فحضرتك بتوفر رايد على الديفولت روت. اوكي، يبقى الديفولت روت حضرتك ما تقدرش تيدت فيه، ولكن تقدر توفر رايت عليه عن طريق انك تعمل يو دي ار. يعني مثلا لو كان الديفولت بتاع الفي ام دي ان هي تطلع انترنت، لا اعمل لي يو دي ار ان هو يعدي على الفايرول بتاعي الاول. تمام. طيب المعلومة المهمة ان الفيرتشوال نتورك بيحصل لها ديبلوي في اونلي
1 سبسكريبشن و 1 ريجون. تمام، يعني حضرتك وانت بتكريت الفيرتشوال نتورك دي هيحصل لها ديبلوي في 1 ريجون، مش بتسبان بره الريجون خالص. وزي ما قلت لك ان انا هقول لك الفرق ما بين الكابابيلتيز هنا والكابابيلتيز في الاذر كلاود بروفايدر. جي سي بي او جوجل كلاود الفيرتشوال نتورك هناك بتسبان الجلوب كله. تمام، اما هنا في ايجور بتسبان الايه الريجون بتاعتنا بس. تمام، المعلومه اللي بعد كده سبان اول افيلابيلتي زون اللي في الريجون. الفيرتشوال نتورك دي بتسبان كل الافيلابيلتي زون اللي في نفس الريجون. تمام، وده فرق تاني ما بين ايجور واي دبليو اس. تمام، في اي دبليو اس حضرتك ما تقدرش تدي اي بي لريسورس وهو في افيلابيلتي زون تانية. تمام، اما ايجور الفيرتشوال نتورك بتسبان كل التلاتة افيلابيلتي زون. تمام، طيب الحاجة اللي بعد كده ان قلنا ان الفيرتشوال نتورك دي بتبقى ايزوليتد، يعني كل ريسورس اللي جواها شايفة بعضها، بس محدش من بره الفيرتشوال نتورك يقدر يشوف اللي جوه النتورك دي. تمام، طيب لو انا عايزهم يشوفوا بعض بعمل حاجة اسمها بيرنج. البيرنج دي ان انت لو عندك تو فيرتشوال نتورك فتقدر تخليهم يشوفوا بعض عادي عن طريق البيرنج ده، تخليهم كأنهم فيرتشوال نتورك واحدة. تمام، طيب تعالوا بينا كده نروح على الايجور بورتال ونشوف الكلام ده عملي عامل ازاي. طيب انا دلوقتي على الايجور بورتال هسيرش على فيرتشوال نتوركس، طلعت لي. تمام، هختارها. تمام، انا ما عنديش فيرتشوال نتورك فاقول له كرييت فيرتشوال نتورك. اوكي، هنا بيسألني على السبسكريبشن وريسورس جروبس. طبعا لو عايز اختار ريسورس جروب من اللي عندي هنا يو كان، ما عندكش هتقول له ايه كرييت نيو. ممكن نسميها AZ 900 داش VNet داش RG. تمام، RG اللي هي ريسورس جروب، واقول له اوكي. تمام، طيب انت عايز تسمي الفيرتشوال نتورك دي ايه؟ هنسميها مثلا AZ داش 900 داش VNet. VNet دي اختصار لفيرتشوال نتورك. طيب الريجون ممكن تسيبها STS، بس انا ايه اقول له مثلا اعملها لي في ويست يوروب. اوكي، واقول له نيكست. طبعا في حاجات سكيورتي هنا، انك لو عايز تعمل انكريبشن للفيرتشوال نتورك او انك تديبلوي باسشن او فاير وول او تعمل ديدوس بروتكشن، طبعا احنا اوت اوف سكوب الكلام ده. خلينا نموف على الاي بي ادريسيز. تمام، طيب هو ده المهم بقى. شايفين ده الادرس سبيس؟ تمام، واخد برايفت اي بي اهو. تمام، طيب الادرس سبيس ده انا بقدر اقسمه لسبنتس على حسب احتياجي. طيب خلينا ناخد الادرس سبيس ده 10.0.0 وخليه سلاش 16 عادي مفيش مشكلة. تمام، طبعا سلاش 16 ده هيديني 65,536 ادرس. تمام، طيب وهنا هو مكريت لي ديفولت سبنت. تعالى هنا نقول له ايه اديت كده، وممكن نسميها هنا مثلا ايه، نديها نيم نسميها ايه AZ 900 داش سبنت. اوكي، شايفين ده كده ايه رينج الادرس سبيس. طيب انت عايز الادرس ده بتاعك يبدأ من اول فين؟ ده الستارتنج ادرس اهو. تمام، طيب عايز السايز بتاعها قد ايه؟ انا قلت لك قبل كده في اول الحلقة هقول لك على اقل سبنت ينفع تكريتها جوه ايجور
كام؟ هنا اقل سبنت سلاش 29. طيب ليه يا شباب اقل سبنت سلاش 29؟ شايفين هنا بتديني 8 ادرس. طيب ليه مش 30 مثلا؟ طيب خلينا كده نبص على التيبل اللطيف ده. شايفين ادي السايدر بلوك، لو انا السايدر بتاعه الادرس سلاش 32، السبنت ماسك بتاعه هيبقى 4255، والوايلد كارد ماسك 4 اصفار، وهيديني اي بي واحد. تمام. طيب خلينا نبص على سلاش 29، دي هتديني 8 اي بي. تمام. طبعا احنا برضو اوت اوف سكوب ان احنا نشرح سبنيتنج. لو عايز تعرف اكتر عن السبنيتنج ممكن ترجع لكورس نتورك، ولكن انا بعرفك يعني ده سلاش 29 هيدينا 8 اي بيهات. طيب ليه مش اقل سبنت سلاش 30؟ لان سلاش 30 هتديك 4 اي بيز. طيب ايجور بتريزيرف 5 اي بيز. تمام. هنيجي بقى للسؤال المهم، ان ليه اول ريسورس بكريته دوت فور؟ تمام. لان ايجور بتحجز 5 اي بيهات. ايه هما؟ يعني خلينا ناخد مثال مثلا على النتورك دي اللي هي 192.168.10/94 تمام. طيب عندك اول اي بي محجوز ليه النتورك ادرس. تمام. ده هيبقى دوت زيرو. طيب تاني واحد اللي هو دوت واحد هيبقى محجوز ليه الديفولت جيت واي. دوت 2 ودوت 3 محجوزين ليه الدي ان اس بتاع ايجور. تمام. ودوت 255 ده محجوز ليه البرودكاست. تمام. فدول كده 5 اي بيهات ريزيرفد. ذاتس واي ان اقل سبنت ينفع اكريتها سلاش 29 عشان هتديني 8 اي بيهات. تمام. طيب شايفين هنا دوت 3، عشان كده اول ريسورس بكريته بياخد من بعد الريزيرف ده على طول. يعني ده هنا اخر ريزيرف 3، فاي ريسورس اول ريسورس هيتكريت بعد في الفيرشوال نتورك هيبقى دوت 4 على طول. هنا تعالوا نقول له مثلا خليها ايه سلاش مثلا 24، واقول له سيف. بعد كده اقول له ريفيو اند كرييت. هنا بيعمل فاليديشن. هنا تمام، ما جابليش اي ايرور، معنى كده ان الايه الفاليديشن تمام. واقول له ايه كرييت. تمام. هنا شايفين البار ده بيقول لي ان هو ايه بيعمل ديبلويمنت اهو. تمام. خلاص هي كده كرييتد. اقول له جو تو ريسورس. هنا بيديني بريف سريع كده، ادي ريسورس جروب، وادي اللوكيشن والسبسكريبشن اي دي، وهنا الادرس سبيس، وهنا لو انا عامل دي ان اس او حاجه، ومن هنا بدخل الاقي ايه السبنت. وشايفين هنا السبنت اللي انا كريتها سلاش 24، والافيلابل اي بيز كام 251. يعني سلاش 24 ده مفروض يديك 256 اي بي. هو هنا طرح الخمسة وقال لك ايه ان هو الافيلابل اي بيز 251. تمام. طيب تعالوا كده سريعا نروح نكريت فيرتشوال ماشين عشان اوريك ان هي اول ريسورس جوه الفيرتشوال نتورك هيروح ياخد ايه دوت 4. تمام. خلينا نكريتها في نفس الريسورس جروب ونسميها EZ900-VM في نفس المكان، واقول له انا مش عايز infrastructure availability. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل، ممكن ترجع لحالات الفيرتشوال ماشين.
واقول له اختار الايمج اوبونتو مثلا، ومن هنا السايز، وهنا خليها مثلا بالكي. اوكي، وخلينا نروح كده على جزء النتورك عشان نختار. شايفين هو عمل هنا ديتكت للفيرشوال نتورك هنا كاريتها، والسبنت اللي هي سلاش 24. بس كده هو ده اللي انا محتاجه، مش محتاج اعدل في حاجة تاني. اقول له ريفيو ان كرييت. هو هنا دلوقتي بيرن الفاليديشن اهو. تمام، هو كده فاليديشن باست. اقول له كرييت. هنا بيقول لي داونلود البرايفت كي، عشان دي انا اخترت ان هو ايه، وانا بكريت الفي 100 قلت له ان هي ايه تبقى بالكي مش بالباسورد. تمام. طيب هو هنا بيعمل لي ديبلوي ليه الفيرتشوال ماشين اهو، deployment in progress. هيحاول هنا يكريت لي الحاجات الخاصة ب الفيرتشوال ماشين. هنا كريت لي الايه النتورك سكيورتي جروب اهو. بعد كده بيكريت لي الفي 100 نفسها. خلاص هنا deployment completed. تعالوا كده نروح للريسورس. شايفين هنا البرايفت اي بي خد دوت 4. تمام. بس كده انا كده خلصت السيشن بتاعت النهارده. اشوفكم ان شاء الله في سيشن جديدة، وشكرا. لو عجبتك السيشن ما تنساش تلايك وتشير الفيديو مع غيرك عشان الناس كلها تستفاد. وهو